quiche البطاطس من الوصفات الفرنسوية المحبوبة. تحضيرها سهل، طعمها جميل، ونقدر نتحكم في مكوناتها. يعني نقدر نحط الحاجة المتوفرة عندنا ونستبعد الحاجة اللي احنا مش عايزينها. بس المكون الأساسي لازم يكون موجود عندي هو البطاطس. عندي كيلو بطاطس مسلوقة، هرستها ناعم على قد ما اقدر، زودت عليها شوية ملح وفلفل اسود وتوم بودرة. ما حطيتش اي مادة دهنية ولا زبدة ولا سمنة ولا غيره. وحضرت صينية فرن مقاس 26 او 28. فردت البطاطس بتاعتي بحيث انها تاخد شكل قاعدة الطرت، يعني ليها سور عالي شوية من الجنب. دخلتها على الفرن درجة حرارة 235، يعني درجة حرارة مرتفعة، لمدة ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير. في طاسة على البوتاجاز قطعت بصل جوانح وشوية زيت، ووصلت لمرحلة البصل يبقى احمر. بعد كده رفعت البصل من الزيت، وفي نفس الطاسة نزلت بقطع صدور فراخ، نص صدر فرخة مقطعاه قطع صغيرة جدا. على فكرة احنا هنا ممكن نستخدم بواقي فراخ من بايتة قبلها بيوم يعني. حطيت توم وربع فلفلاية حمراء وربع فلفلاية خضراء، اي خضار انتوا تحبوه. حطيت توابل راس الحانوت اللي انا مجهزاها عندي، ربع معلقة كاري، وقلبتهم كويس لغاية ما وصلت ان الخضار ينزل المية بتاعته. بعدها لما الخضار نزل المية حطيت الملح بتاعي، وخلي بالكم من الملح لان انا في كل طبقة بحط حبة ملح صغيرين، فخلي بالكم من نسب الملح. بعدها كنت مطلع الطرت بتاعي من الفرن، سبته لما برد، طرت البطاطس، ووزعت البصل عليه اول طبقة، وتاني طبقة كانت الفراخ بالفلفل الاحمر والفلفل الاخضر اللي انا عملته. حاولت بقدر المستطاع ان انا اصفي منه اي صوص. دلوقتي هجهز الطبقة الثالثة اللي هي عبارة عن بيضة، طبقة الربط اللي هتربط بين الخضار واللحمة والبطاطس. حطيت على البيضة، ضربتها كويس قوي، حطيت عليها نص كوباية حليب، معلقة قشطة او معلقة كريمة المتوفر عندي، دوبتهم مع بعض، وحطيت معلقتين دقيق برضو دوبتهم لغاية ما وصلت لخليط سايل. وكان في عندي شوية صوص متبقيين من تشويح الفراخ مع الفلفل، دوبتهم معاه. زودت الملح بتاعي ظبطته، وحطيت شوية زعتر، حسيت ان هو ماشي قوي مع الخلطة اللي انا حطاها. كان عندي 3 عروق بقدونس فرمتهم فرم رفيع وزودتهم على الوش، وحطيت المادة السائلة اللي هتربط لي بين المكونات. كان عندي 3 معالق جبنة مبشورة حطيتهم، بس اخدت بالي ان هو ايه، مش لازم ان انا اخلي الجبنة طافية فوق الوش. حاولت ادخل الجبنة بقدر المستطاع. دخلته في الفرن على درجة حرارة 235 لمدة تلت ساعة. طلعت الطرت بتاعي وما قطعتهوش غير لما برد خالص، يتاكل لوحده او يتاكل جنب شوية رز بالشعرية، هيبقى رائع.